شباب هنتعرف على الوحش الصيني الكاسر اللي بينافس شات جي بي تي وبادجت قليل جدا ألا وهو ديب سي. أوكي، هنبحث عنه. هيظهر عندك بالشكل ده بعد البحث. تمام، هتضغط عليه. هتظهر الواجهة الرئيسية عندك بالشكل ده. بالصيني. لو انت بتعرف صيني يعني خلاص اتس اوكي، ممكن تكمل عادي يعني. لكن انا للاسف ما اعرفش صيني، فهدوس هنا على الانجليش. هيظهر عندنا بالشكل ده. وطبعا في عندك الأداة كأبليكيشن والأداة كويب. احنا النهاردة هنستخدمها كويب. هندوس ستارت ناو. هتظهر عندنا بالشكل ده. طبعا هنا أول حاجة موجودة معاك إن أنت تقدر تأبلود أي فايل موجود عندك على الجهاز وتستخدمه في الدراسة أو في الشغل. يعني أنا دلوقتي مثلا معايا فايل له علاقة مثلا بلغة معينة وعايز أترجمه، ممكن أديهوله هنا ويترجمه لي عادي. ممكن مثلا يكون معايا فايلات مادة معينة وأنا عايز ألخصها مثلا، ممكن أديها له عادي. نيجي هنا مثلا نضغط على السيرش ونقول له مثلا عايز أعرف آخر آه الأخبار في تنزانيا. تنزانيا أوكي. تنزانيا. ونضغط كده. أنا الدولة دي أصلا ما أعرفهاش أوي يعني. شوف قالك بقى أخبار سياسية وأخبار اقتصادية وأخبار اجتماعية وكل الكلام الجميل ده. تعاون دولي. تمام. أخبار رياضية. سعر الصرف. تمام. ده هو يعني العيب بتاع ان انت ما تحددش البروموت بتاعك. انا حبيت بس اوريهولك في اكزامبل بسيط جدا. تمام. طبعا انا دلوقتي لو قلت له عايز اخر الاخبار الاقتصاديه في تنزانيا، شوف الريزلت هتبقى عامله ازاي. ده بس اكزامبل انا حابب افكرك بيه انه البروموت لازم يبقى قوي، والنتيجه لما بتكتب بروموت صح بتبقى اقوى واحسن. ده امر مهم جدا. شوف جاب لك الاخبار الاقتصاديه والتفاصيل عنها. ولو حددت مثلا عايز تعرف مشكلة التضخم بالتحديد، عايز تعرف مشكلة سعر الصرف أو سعر الفايدة، عايز تعرف كل الكلام ده. كل ما تحدد أكتر كل ما الريزلت بتاعتك هتطلع أحسن بكتير. حلو جدا. احنا دلوقتي مثلا ممكن هنا نروح لشات جديد، نقول له مثلا هوريكم لقطة ظريفة قوي كده. مثلا give me good HTML for TikTok توي مثلا. هنستنى شوية لحد ما يخلص الكود. تمام. أولا كده هنا تقدر تنسخ الكود ده وتستخدمه بقى فيجوال ستوديو. فيجوال ستوديو كود. اوكي. هنا بقى تقدر تداونلود. هنا بقى الميزة القوية جدا الحلوة واللذيذة اللي هي إن أنت تقدر ترن هنا الكود داخل ديبسي وتلعب اللعبة عادي يعني. أوريكم دلوقتي. وطبعا حابب بس أقول حاجة، يعني في شباب كتير قوي لما كنا بنكتب الكود ده وكذا حد يظهر له نتائج مختلفة كانوا بيقولوا ازاي. ما هو المميز في الحتة دي ان انت يظهر لك نتيجة وانا يظهر لي نتيجة، يحصل اختلاف في الموضوع. لو كلنا بقينا اسطمبة واحدة الموضوع مش هينفع، مش هيبقى مميز. وكده المفروض ان هو يعني يخلص الكود. هنا طبعا عندك تقدر تعمل كوبي. هنا عندك تقدر تعمل داونلود. هنا تقدر تعمل رن. بص ظهر عندك بالشكل ده. اوكي.
فلاير اكس وفلاير او. ممكن مثلا نلعب كده. هندوس هنا اهو لو كسب. تمام. هنا ممكن تعمل ريستارت للجيم، هنا ممكن ريست سكور مثلا، تشيل السكور الموجودة عندك، تعمل حاجات كتير يعني. عايزك تعرفني ازاي ممكن نتعلم. صح. مثلا ممكن تسأله أي سؤال في الحياة، وأنصحك بالأسئلة الهندسية تكنيكال أكتر، هينفعك جدا في الحتة دي. تعلم رحلة وليس وجه، الأهم الاستمرارية وليس الكمال. يعني جملة رائعة يعني. فاهم. طيب احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه بديبسيك؟ ممكن تأبلود فايل. أنا دلوقتي يا شباب جبت فايل ليه علاقة بمادة عندي. تمام. فاينل امتحان وكده. احنا ممكن مثلا نجرب عليه، نخليه مثلا يجيب لنا الأسئلة دي باللغتين والإجابات من تحت كده يعني. طبعا هيفضل يحمل في الفايل. تقدر هنا برضو تحط أي حاجة يعني موجودة على جهازك، تقدر تحطها هنا على الويب. اوكي. ممكن نقول له ديب ثينك، فكر لنا بعمق يعني. ممكن نسأل السؤال لحد ما يخلص. عايزك مثلا، أو خلص، تلخص الأسئلة ال MCQ بطريقة سهلة بسيطة، اللغتين العربي والإنجليش. وتحت كل سؤال الإجابة والشرح. هو بس أي بروموت أنا حابب أعمله كده عشان أوريكم النتيجة هتبقى عاملة إزاي. المفروض طبعا تبقى محدد أكتر من كده وتركز جدا في اللي أنت بتكتبه يعني. بصوا جاب لنا الأسئلة الاختياري بالطريقة دي، شايفين؟ اللي هو جاب لك السؤال وتحته الترجمة بتاعته والإجابة مع الترجمة والشرح للإجابة دي بالعربي. كان ممكن يكتب له برضو العربي عايزينه الشرح عايزينه باللغتين برضو بالعربي وبالإنجليش، عادي جدا. بص كده الشكل عامل ازاي معاك. ممكن نقول له دلوقتي مثلا عايز أسئلة مشابهة للأسئلة دي في شكل امتحان مثلا.
دوس انتر. هيبدأ برضو آه thinking. بصوا جاب لكم الامتحان بالشكل ده عشان احنا ما طلبناش منه هل هو بالعربي وبالانجلش ولا هو بالعربي بس. حلو جدا يا شباب. ممكن ندوس هنا ستوب. حول الرقمي في مصر. اوكي. ابدأ بقى يبحث لك ويجيب لك لينكات في النهاية تقدر تستخدمها في البحث بتاعك يعني. بس أنصحك في أي ويب أو في أي تول بشكل عام حاول تدخل على اللينكات اللي موجودة لأنه مش كلها يعني موثوقة. فاهمني؟ بص هو جاب لك إيه، أنت ممكن تدخل عليه وتجرب بنفسك.